يا ترى ايه السر اللي يخلي انسان يفقد اعز ما يملك في معركة ومع ذلك يفضل صامد؟ وايه قصة الجناحات اللي بنسمع عنها؟ هل هي مجرد لقب ولا حقيقة وراها تضحية ضخمة؟ حكايتنا بتبدأ مع سيدنا جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، واحد من الابطال اللي حجزوا مكانهم في الاسلام من اول يوم. سيدنا جعفر كان رقم 31 في ترتيب الداخلين للإسلام. لما الضغط زاد على المسلمين في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لمهمة صعبة: قائد الهجرة الأولى للحبشة. هناك جعفر ما كانش مجرد مهاجر، ده كان المتحدث الرسمي وأمير المسلمين اللي حافظ على دينهم في أرض غريبة. وفي حوار تاريخي مع الملك النجاشي، أظهر جعفر ذكاء وفطنة مذهلة، شرح أخلاق الإسلام وقرأ آيات من سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. خلت النجاشي يبكي من التأثر ويقرر حماية المسلمين، وبكده نجحت أول معركة دبلوماسية في الإسلام. بعد سنين رجع جعفر للمدينة يوم فتح خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم من كتر فرحته بيه قال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وكان بيتميز بجمال صورته ونبل أخلاقه، حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وبجانب بطولاته كان قلبه أرق ما يكون، فكان يلقب بأبي المساكين لشدة كرمه وعطفه على الفقراء. وفي سنة 8 هجري جه وقت الاختبار الأعظم في غزوة مؤتة ضد الروم. سيدنا جعفر شال الراية بكل شجاعة بعد إصابة سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه. ولما اتقطعت إيده اليمين مسكها بالشمال، ولما اتقطعت الشمال احتضن الراية بعضديه مقبلا غير مدبر حتى استشهد رضي الله عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر إن ربنا سبحانه وتعالى أبدل سيدنا جعفر مكان إيديه جناحين يطير بيهم في الجنة مع الملائكة. ومن يومها عرف بجعفر الطيار، البطل اللي طار بروحه في السماء. لولا ثبات وعقل وتضحية سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يمكن مسار الدعوة اتغير في لحظات حرجة كتير. هو اللي علمنا إن التضحية الصادقة تمنها جنة وسيرة ما بتنتهيش. وده كان بطلنا في الحلقة دي من سلسلة لولا هذا الشخص. تحب الحلقة الجاية تكون عن مين من عمالقة حضارتنا المنسيين؟ قولي في التعليقات، وما تنساش تدعمنا بشير وسبسكرايب عشان نكمل الرحلة.